يوم 3/5/2026 كنشوفوا النهائيات بالنسبه للبرونزيه اللي ديتو في الصغيون. كيفاش كانت المنافسه وبالنسبه لكم نتوما كفتيات بالنسبه الحمد لله الاسبوع الماضي قدرنا اننا نحققوا الميداليه البرونزيه اللي كانت ثمينه جدا، خصوصا الترتيب اللي جبنا منه. لقينا مجموعه من الفرق المعروفه عالميا، ابطال اوروبا وابطال عالميين، وبنا واحد المستوى اللي هو جيد جدا بشهاده جميع الحكام اللي كانوا حاضرين في هذاك البساط. واكيد الفريق ديالنا مكون من ايات الجامعه الملكيه المغربيه للكاراتيه الاداريه والتقنيه والطبيه. اكيد كنشكر سيد رئيس الجامعه الملكيه المغربيه للكاراتيه سيد محمد الكتابي اللي كيوفر جميع الامكانيات جميع الرياضيين باش دائما نكونوا مرتاحين مزيان باش نكونوا دائما موجودين هذه الكومبيتيسيون. وطبعا هذه البطوله فهي بالنسبه لنا كانت جيده اننا نحققوا فيها هذه الميداليه اللي غادي تحولنا اكثر باش نزيدوا نستعدوا للبطولات المقبله. واكيد الهدف الاكبر بالنسبه لنا هو كاس العالم اللي غادي يكون هذه السنه اللي غادي يكون في لاشين ان شاء الله. بالنسبه لكم نتوما كهذيك المقابله اللي قمتوا بها، واش كنتم ممكن ديروا الميداليه؟ شفتك من قبل اننا في الدومين فينال تلاقينا الفريق التركي وتقصينا منه ب3-2، والحكام في هذاك البساط داروا اجتماع من بعد وكان كل شيء قال بان بصراحه هذيك المقابله كانت لصالح المنتخب المغربي، وهذه شهاده طبعا كنعتز بها، ولكن عطينا دفعه معنويه كبيره باش نرجعوا ونزيدوا نخدموا اكثر باش نديروا واحد الفريق دائما كبير ما بيننا وبين الفرق. وهذه الميداليه البرونزيه كما قلت لك فهي كانت ثمينه جدا، خصوصا النوع ديال البطولات اللي كيكونوا فقط مستعدين لكاس بطولة العالم؟ مستعدين لها طبعا، حيت كاس العالم هو الهدف الاكبر لنا. وهذه البطولات كما قلت لك اللي لعبناها في اسبانيا كنتلاقاو جميع الفرق اللي غادي نتلاقاو بهم في كاس العالم. دونك كان في فرصنا اللي غادي تجي كاس العالم ان شاء الله غادي انا بزورنا كنتمنى لكم التوفيق والنجاح. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن الآن في مدينة المحمدية مدينة الظهور. كتشاهدوا إحصائيات ديال ألعاب الكاراتيه، الجامعة الملكية للكاراتيه اللي كتنظم هذه النهائيات في جميع أصناف وجميع individuels et par équipe ont donné la promotion et de développement du karaté à l'échelle nationale, tout en permettant de détecter de jeunes talents.